السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غنحضر فلون كراميل بالخبز اليابس. صدقوني كيجي فلون اكثر من رائع. هكا كنستغل الخبز اليابس اللي كيكون عندنا في الدار. في هذه التحليه ما كيبانش نهائيا واش كاين الخبز في هذا الفلون، والمكونات اللي غنستخدموا ان شاء الله تكون عندكم في البيت. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك كتشجيع منكم، وتبارطاجيو الفيديو لاصحابكم. واللي اول مره كيشوف الفيديو ما تنساش تشترك في القناه فضلا وليس امرا. ونخليكم دابا مع طريقه التحضير. بسم الله على بركة الله. المكونات اللي غادي نحتاج في هذه التحليه هذه، غادي نحتاج الباغيت بحال هكا، يكون تقريبا دوز عندكم شي يومين ولا 3 ايام، باش هكا كنستغلوه الا شاطلينا الخبز بحال هكا. من الاحسن انه يكون الباغيت اولا الكومير. غادي نحتاج كوميره تقريبا، الا كانت كوميره كبيره راه كنقصوا منها تقريبا شويه، كتكون كوميره الا ربع. وغادي نحتاج نص لتر ديال الحليب وجوج بيضات يكونوا كبار، وعندي هنايا نص كاس ديال السكر سنيده وربعه المعالق ديال الماء باش كنصوبوا الكراميل. وغادي نحتاج هنايا لاغوم ديال الفاني باش كنسم هذا الفلون هذا. وعندي معلقه كبيره ديال عصير الحامض وشويه ديال قشور ديال البرتقال اولا ديال الليمون. عندي انا قشره ديال الليمونه كامله، ليمونه كبيره. المهم كيبقى لكم الاختيار، ولكن كيعطيه مذاق زوين. نبداو بسم الله على بركه الله بالطريقه. في الاول غادي نجيب هاد الباغيت اولا هاد الكومير هذا، وغادي نحيد ليه هاد القشره هذه الفوقانيه. غادي نحيدها بحال هكا، ممكن تحيدوها بالموس اولا تحكوه بالحكاكه ديال المطيشه. غادي نحتاج انا فقط غير اللبابه ديال الخبز. غادي نستمر على هذه الطريقه هذه حتى نحك هاد اولا حتى نزول هاد القشره الخارجيه اللي كتكون هكا في الخبز، ونتلاقاو من بعد. ودابا بعد ما حيدنا ديك القشره ديال الباغيت، غادي نحاول انني نقطع الباغيت ديالي على هذا الشكل هذا، وغادي نقطع مربعات بحال هكا باش كيجيني سهل انه كيرطب فاش غادي نرقدوه في الحليب بحال هكا. غادي نستمر على هذه الطريقه هذه حتى نقطعوه كامل. الخبز ديالنا هو صافي قطعناه على هذا الشكل هذا. تقريبا غادي نحتاجو واحد 80 غرام حتى 100 غرام ديال الخبز. كما قلت لكم قبيله كوميره هكا تكون متوسطه صافي. وندوزو دابا ان شاء الله نحضروا الكراميل. بسم الله على بركه الله. دابا غادي ندير السكر سنيده، وغادي نزيد 4 معالق ديال الماء. العافيه تكون مهيله باش ما كتحرقش لينا الكراميل. كنحرك هكا مره وغادي نزيد ديك معلقه كبيره ديال الحامض ونحرك ونخليه تقريبا، المهم نخليه حتى يبان ليا اللون ديالو بدا كيصفر. وما كنتوقفوش من التحريك، ضروري كنبقاو نحركو باش ما كيلصقش لينا السكر في القاع ديال الكاسرونه. الكراميل ديالنا هو كيف ما كياخذ اللون ديالو البني الفاتح، ما كنخليوش حتى يولي بني غامق هكاك راه كيتحرق. دابا غادي نطفي عليه صافي بركه عليه. ودابا غادي نجيب المول ديالي اللي غادي نصوب فيه هذا الفلون هذا. غادي نكب هكا هذا الكراميل هذا، يعني نكبو بسرعه قبل ما يجمد. كنحاول انني نوزعو كامل هكا على المول. هكا بعد ما وزعت داك الكراميل هكا كامل في هذا المول هذا، راه كيكون سخون، كنوزعو على هذا الشكل هذا. بالنسبه الى كان جاكم الكراميل قليل، اذا كان المول كبير، من الاحسن اننا نديرو كاس ديال السكر سنيده من الاحسن، وكنديرو نص كاس ديال الماء.
ودابا في هذا الخلاط الكهربائي ديال اللي كنعصروا فيه العصير غادي ندير هذا الخبز هذا، وغادي ندير نصف لتر ديال الحليب. ودابا غادي ندير جوج بيضات. غادي ندير سكر سنيده، كاس صغير ديال اتاي، او نصف كاس كبير ديال العنبه. عندي هنايا قشره تاع الليمون تاع البرتقال، والفاني غادي نحتاج راس معلقه. وغادي نخلي هذا الخبز هذا يرطب، غادي نخليه حتى يرطب واحد شويه، وغادي نطحنوه ان شاء الله. الخليط ديال الفلون بعد ما طحناه كيجي على هذا الشكل هذا. هنايا انا جبت المول درتو في وسط من هذه المقله هذه، وغادي نصب هذا الخليط هذا. وهنايا في الوسط ديال هذه المقله انا درت المقله الثقيله. غادي ديروا نتوما اي طاوه عندكم، كنديروا الماء يكون غليان. فاش غادي يطيب لينا هذا الفلون هذا تقريبا نصف ديال هذا المول هذا، غادي نبقى نكب الماء حتى كنوصل نصف ديال المول. صافي بركه. وغادي ندخلها للفران يكون سخون مسبقا، وغادي نخليها مده تقريبا ساعه وثلث او لا ساعه ونص بحال هكاك، على درجه الحراره تكون 170 حتى 180. ومن بعد غادي نحلو الفران ونجبدوه ونشوفوه ونجربوه ان شاء الله بكردون. الى لقيناه ناشف راه الفلون ديالنا راه طاب مزيان. الا لقيناه ما نشفش راه كنرجعوا الفلون ديالنا عاوتاني للفران حتى كياخذ حقه من الطياب. سمحوا لي ما قلتش لكم انني خاصني نغطي هذا الفلون هذا، خاصني نغطيه بهاد بابي الومنيوم قبل ما نحطو في وسط من هاد الطاوه هادي. المهم انا غادي نغطيه ان شاء الله، وغادي نرجعو تاني للطاوه. المول ديالنا كما قلت لكم كنغطيو عليه مزيان هكا بابي الومنيوم، وكنديرو هكا في وسط من الطاوه صافي، وكنحطو في الفران. الفلون ديالنا بعد ما كنخرجوه من الفران كيجي على هذا الشكل هذا. واخا كيبان لينا بحال تعوج بحال هكا، غير تحرك لينا شويه في الفران ماشي مشكل. المهم كنجيب واحد الكردون بحال هكا وكنجربوه، كنشوفوا الا نشف. الا خرج ناشف يعني راه الفلون ديالنا طاب وخدا حقه في الطياب. كما قلت لكم انا خليته ساعه وربع، ساعه وربع بحال هكاك. ودابا غادي نخليه حتى غادي يدفى وندخل الثلاجه تقريبا ليله كامله من الاحسن باش كيبرد مزيان وكيشد في راسو. ومن بعد ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نديموليوه عن طريق البوطه. غير في البوطه غادي نحطوه في البوطه ان شاء الله على عافيه مهيله جدا، وغادي نحسوا به باللي راه داب داك الكراميل لانه كيكون قاصح واحد شويه صافي. وغادي نديموليو الفلون ديالنا في الطبق ديال التقديم. غادي نحاولوا اننا نديرو على عافيه تكون مهيله واحد شويه بحال هكا، ونخليو داك الكراميل حتى كيذوب مزيان، ونحيدوا الفلون ديالنا. وكما قلت لكم غادي نخليوه تقريبا حتى كيذوب لينا داك الكراميل، وكندوزو شي حاجه هكا على الجوانب باش يتحيد لينا داك الفلون من المول. وملي كنجربوه بحال هكا وكنلقاوه بلي راه كيتحرك صافي، راه هذاك الكراميل راه داب. ودابا غادي نحاولوا اننا نديموليوه في التبصيل، وكنحاولوا اننا نحركوه واحد شويه بحال هكا. ودابا غادي نجيبو طبق فاش غادي نقدموه. ها هو الفلون كيجينا على هذا الشكل هذا. الفلون ديالنا ها هو كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي الشكل ديال زوين، والمذاق اكيد انه مذاق زوين. ممكن اننا نذوقوه لي فخوي بحال هكا، قطع الفواكه اللي عجبنا، فخيز، بنان، كيوي، كيف ما عجبنا غادي نذوقوه.